أنا رندا مجدي ودي بارت 3 من قالوا لنا زمان. أهالينا زمان كانوا بيقولوا لنا دايما الطيور على أشكالها تقع، وأعتقد إن إحنا كأهالي محتاجين الجملة دي الفترة دي مع الولاد. محتاجين طول الوقت نفكرهم بمعنى الجملة دي والدروس اللي لازم نتعلمها منها وإيه اللي هيحصل لو ما تعلمناش من الجملة دي. وقبل ما نعلم ولادنا الدرس ده وقبل ما نفهمهم معنى الجملة دي، محتاجين الأول نتكلم معاهم علشان طول الوقت الولاد بيبقوا فاهمين ان احنا لما بنديهم تعليمات او لما بنفهمهم حاجة او لما بنقول لهم ياخدوا حذرهم في حاجة، بيبقوا متخيلين ان احنا بنبقى فاهمين اكتر منهم، هما ما بيفهموش حاجة خالص، او بيبقوا شايفين ان احنا مش شايفينهم قد المسؤولية او مش شايفينهم ان هم يقدروا يتحملوا مسؤولية حاجة، او ان طول الوقت افكارهم غلط، طول الوقت قراراتهم مش مظبوطة. بس محتاجين الاول نفكرهم ان احنا عشنا اكتر منهم، فكل اللي هم لسه هيعدوا بيه احنا عدينا بيه. فالدروس اللي احنا بنقولها علشان احنا اتعلمنا منها، كل الحاجات اللي ممكن يقعوا فيها احنا وقعنا فيها وقمنا وتعلمنا، فمن كتر حبنا فيهم احنا مش عايزين نشوفهم وهم بيقعوا. طيب نيجي بقى لجملة الطيور على أشكالها تقع. ايه معنى الجملة دي أصلا؟ الجملة دي ان في الغالب مش هتلاقي سرب طيور في طيور مختلفة عن بعض. في الغالب الطيور بتمشي كلها سرب من نوع واحد لان بتبقى اهدافهم واحدة، يعني بيبقوا بيدوروا على اكل واحد، بيدوروا على مكان يحطوا فيه العش بتاعهم بطريقة معينة، متطلبات معينة، بيهاجروا من مكان لمكان. كل دي حاجات لازم يكونوا متفقين عليها علشان يبقى الهدف واحد. لما بيكون الهدف واحد وكل اللي حواليه متفقين عليه، بيبقى بيسهل حاجات كتير قوي. ما بيبقاش فيه اختلاف، ما بيبقاش فيه حد معترض، ما بيبقاش فيه حد مش مستريح، ما بيبقاش فيه حد شايف ان ده مش مكانه. وهو ده اللي بيحصل معانا في الحقيقة. علشان افهم بناتي معنى الطيور على اشكالها تقع، كان لازم افهمهم هو معنى الجملة دي ايه. لو انت في جروب مش شبهك، لو انت مصاحبة ناس مش شبهك، لو انت مصاحبة ناس مختلفة عنك، الصح بالنسبة لك هو غلط بالنسبة لهم، والغلط بالنسبة لك هو عادي وهم موافقين عليه. عمركم ما هتتفقوا. لو انت شايفة ان انت تقدري تعملي حاجات وهم طول الوقت شايفين ان مش لازم نعمل حاجة وان احنا عادي جدا نعيش ايامنا ببساطة من غير اهداف، من غير ما نتعلم حاجة، من غير ما نستفيد من حاجة، من غير ما نضيعش وقت، من غير ما نتعلمش حاجة مفيدة، انتوا الاتنين هتبقى اهدافكم مش متفقة. انتوا الاتنين مش هتتفقوا مع بعض، وانتوا الاتنين مش هتبقوا مستريحين. ومش عايزين ننكر ابدا ان في مشاكل كتير قوي بتحصل للولاد في المدارس بسبب ان هم كانوا في جروب مختلف، بسبب ان هم كانوا مع ناس مش شبههم. احنا مسؤوليتنا ان احنا تبقى عينينا واخده بالها من كل التفاصيل دي. احنا كاهالي بنراقب، احنا كاهالي بنبص على التفاصيل، احنا كأمهات بنشوف بقلبنا اكتر من عينينا. بنبقى مش مستريحين، يعني لما نشوف طفل معين، لما نشوف حد من اصحاب ولادنا، بعينينا كده وبقلبنا بنقيس هل ده مناسب، هل ده بيحب بنتي او ابني بطريقة كويسة، هل هو بيحبهم فعلا، هل هو فعلا بيخاف عليهم، هل صحوبيتهم دي اصلا تنفع ولا ما تنفعش. احنا بيبقى لينا كده رادار معين بنقيس بيه كل الحاجات دي. احنا مسؤوليتنا ان احنا نبقى مركزين جدا في كل التفاصيل دي ونراقب تصرفات ولادنا. مهم جدا ان احنا نراقب تصرفات ولادنا، لان تصرفات ولادنا هي اللي بتقيس هما مع ناس مناسبة ولا لا. لو الولاد مع ناس هما مش مستريحين معاهم، مش لاقيين يعني نفسهم معاهم، لو الولاد بيتصرفوا بطريقة عكس شخصيتهم، لو الولاد قاعدين مع جروب علشان هم مضطرين يقعدوا معاه عشان مفيش غيره، كل الحاجات دي هتغير من سلوك ومن شخصية الابن او البنت. احنا مسؤوليتنا نراقب التغيير ده ونشوف هو تغيير للأحسن ولا للأوحش. مش معنى ان الابن او البنت مش لاقيين حد يصاحبوه، مش معنى ان هم هيفضلوا لوحدهم ان ده يديهم ابدا اي مبرر ان هم يبقوا في وسط ناس مش شبههم. غالبا الولاد بيتعرضوا للنقط دي في المدرسة، ان هم ممكن ما يبقوش لاقيين جروب، او بيبقى في دايما جروب مسيطر على كل الكلاس، بيبقى هو اللي معاه كل الناس، ويخاف اي حد تاني ان يصاحب اي حد جديد غير بموافقة الليدر ده. وفي الغالب اللي بيعمل الحركة دي ما بيبقاش طفل سهل ان انت تتعامل معاه، اللي بيبقى عايز يسيطر على كل الكلاس، اللي بيبقى عامل جروب ومانع اي حد يتعرف على اي حد تاني غريب غير بموافقته هو، وهو اللي يحدد اذا كان يخش جوه الجروب ولا لأ. كل الحاجات دي بتدي مؤشرات ان الطفل ده اصلا ما ينفعش ان يبقى احنا قريبين منه.
ولا تحت سيطرته ولا القرب منه أصلا شيء مفيد أبدا. ممكن يكون طفلنا طفل سوي وطفل فاهم كويس قوي الرولز اللي محطوطاله، فاهم كويس قوي ايه اللي ينفع وما ينفعش، قلبه طيب شاطر بيعرف يعمل حاجات كويسة، بيجري دايما ورا ان هو يكون حد كويس وشاطر وناجح. احنا كبيت محوطينه جدا وبنديله كل الحب والاهتمام والرعاية، بس وجوده في وسط ناس مش شبهه هيأثر عليه كده كده، ويمكن يكون تأثيره أكتر بكتير من التأثير اللي احنا بنعمله في البيت. القرب من ناس مش شبهنا، التعلق بناس مش شبهنا، كسر الحواجز ما بين ناس مش شبهنا، كل ده بيأثر حتى لو احنا مش شايفينه. احنا بدورنا كأهالي بنشوف، احنا بدورنا كأهالي بناخد بالنا حتى لو من التغيير البسيط في نبرة صوت الولاد، في تصرفاتهم، حتى في اهتماماتهم. بدل ما كانوا بيحبوا حاجة معينة بقى بيحبوا حاجة معينة. في طريقة تصرفاتهم، بدل ما كان بيبقى طفل هادي بقى طفل عصبي، بقى طفل بينزعج من كل الحاجات، بيتنرفز من كل حاجة، بيتوتر من كل حاجة. الحاجات دي كلها مش علشان هو اتغير، الحاجات دي كلها علشان هو عنده خناقة جوه نفسه اللي هو اتربى بيها في البيت، والشخصية اللي طول الوقت هو متربي عليها، والناس اللي معاشرهم جوه البيت، والسلوك اللي بيعيش بيه جوه البيت مع أهله وأهل بيته، والناس اللي هو بقى بيتعامل معاهم طول الوقت بره البيت. وما بقاش بيتعامل التعاملات اللي فيه ما بينها مسافات ما بينه وما بين اللي قدامه تمنع ان هو يتأثر. بقى بيخش ويغوط اكتر ويقرب اكتر، وكل ما بيقرب كل ما بيتأثر، وهو مش فاهم ان هو بيتأثر. هو شايف ان هو تمام، انا واخد بالي يا مامي، انا واخد بالي يا بابي من كل الحاجات اللي انتوا بتقولوها، انا واخد بالي ان هو مش شبهي. بس في الغالب هو ما بيبقاش شايف نفسه هو اتغير قد ايه، ما بيبقاش شايف نفسه من العصبية اللي وصل لها، ما بيبقاش شايف نفسه من التوتر اللي طول الوقت هو فيه، ما بيبقاش شايف نفسه من الإحباط اللي ممكن يكون وصل له. كل ده عشان الخناقة اللي جواه لسه ما اتحلتش. خناقة ما بين شخصيتين، شخصية كويسة وسوية وبتحب حاجات كتير، وشخصية تانية مختلفة عنه في كل الحاجات، وممكن تكون شخصية أصلا مؤذية جدا. الشخصيتين دول لما بيخشوا جوه بني آدم بيبقى فيه خناقة مين اللي يكسب. الطفل عشان صغير ما بيبقاش واخد باله ان في خناقة، احنا ممكن ككبار حتى كمان ما ناخدش بالنا ان عندنا جوانا خناقة، في خناقة ما بين شخصيتين، الشخصية اللي احنا متربيين عليها، الشخصية اللي احنا متعودين عليها، والشخصية اللي احنا بنتأثر بيها من كل الناس اللي حوالينا، من الناس اللي بنقرب منها، من الناس اللي بنحتك بيها، من المواقف اللي بتأثر جوه نفسيتنا جدا. ممكن ما نبقاش واخدين بالنا تماما من الخناقة دي، بس مع الخبرة ومع الوقت ومع المواقف اللي بنتعرض لها ممكن ناخد بالنا ان في حاجة غلط ونلحق نفسنا. نلحق نفسنا من اول مرة علشان لما نتعرض لمواقف شبه كده تاني بنبقى واخدين بالنا واخدين حذرنا ان المكان ده مش مناسب، ان الناس دي مش مناسبة، ان الاحتكاكات دي ملهاش لازمة، ان كل الحاجات اللي بتحصل دي مش شبهنا، فبنرجع خطوتين بسرعة ونبص على الموقف ونقيمه كويس. الولاد لو في بيئة مش شبههم، لو في مكان مش مناسب معاهم، لو بيحتكوا طول الوقت بناس مش مناسبة ليهم خالص ولا شخصيتهم ولا للتربية اللي احنا مربينها لهم، حتى لو احنا طول الوقت بنفكرهم بالتربية اللي احنا مربينها لهم، كده كده هيتأثروا، كده كده هيخشوا في مشاكل مش بتاعتهم وصراعات هما ما يعرفوش عنها خالص، ممكن تكون اصلا مش جاية في دماغهم، ممكن ما يكونوش فاهمين هما بيعملوا كده ليه، هما بيتصرفوا كده ليه، هما بيضايقوا حد ليه مثلا، هما بيرخموا على حد ليه، هما بيأذوا حد ليه، هما بيتنمروا على حد ليه، هما بيتريقوا على حد ليه، هما بياخدوا الناس كلها من حد عشان يسيبوه لوحده ليه. كل الحاجات دي ممكن يكون الطفل اللي طالع في بيئة سوية هو مش فاهم هو داخل في كل ده ليه، بس هو رايح وخلاص، ومش عارف ان هو كده بيأذي نفسه، مش عارف ان هو كده بيضايق نفسه، مش عارف ان هو كده بيحارب نفسه قبل ما بيكون بيحارب اي حد، بيعادي نفسه فعليا. احنا لازم نكون بنفهم ولادنا صعب جدا ان انت تكون لوحدك، صعب جدا ان انت ما يكونش عندك اصحاب، صعب جدا ان انت لما تحاول تعمل اصحاب تلاقي حد بعينه كل مرة هو اللي بيسحب الناس دي من حواليك علشان يسيبك لوحدك، علشان يضغط عليك عشان تبقى تحت سيطرته هو. كل الحاجات دي صعبة جدا، واحنا كأهالي لازم نكون متفاهمينها وحاسين بيها جدا قد ايه هي بتوجع، ولازم نفهم ولادنا ان احنا حاسين قد ايه الحاجة دي هي بتوجع، وان احنا متفاهمين جدا
قد ايه هو متضايق، وقد ايه هو شايل هم اليوم في المدرسة، وقد ايه هو شايل هم ان هو شكله قدام اصحابه، وقد ايه هو شايل هم البريك ان هو مش هيبقى قاعد بيلعب مع حد. كل الحاجات دي احنا فاهمينها كويس جدا، بس قدام ده لازم نوريهم الصورة التانية. لو دخلوا في وسط ناس هم مش شبههم، كمية المشاكل اللي هيوصلوا لها، كمية العداوة اللي هتبقى ما بينهم وما بين نفسهم، علشان هم من جواهم هم مش شبه الشخصية دي. هيبقوا طول الوقت بيحاولوا يراضوا اللي حواليهم، بس هم نفسهم مش راضيين عن نفسهم. ومهم جدا ان احنا نعلم ولادنا قبل ما نراضي اي حد في الدنيا لازم احنا نكون راضيين. مش مهم الناس هتقول ايه، مش مهم الناس شايفاني ازاي، مش مهم ان انا لازم يكون عندي اصحاب، وان انا لازم يكون عندي جروب، وان انا لازم يكون عندي شلة، وان انا لازم اعمل كل الحاجات اللي المجتمع قال عليها ان هي لازم تتعمل. بس المهم ان انا لما اقعد مع نفسي واقعد اتكلم مع نفسي، ما بقاش بعادي نفسي، ما بقاش كاره نفسي، ما بقاش مش عارف انا وصلت للشخصية دي ازاي، ما بقاش مش عارف اعمل كنترول على كل الحاجات اللي بتحصل جوه شخصيتي. لو الطفل ما تعودش ان هو يعمل كنترول على شخصيته، لو الطفل ما عرفش يبقى عارف يبقى متقبل نفسه وموافق على تصرفاته ومقتنع بنفسه قبل ما يكون مقتنع بأي حد تاني، كل الحاجات دي عمرها ما هتساعده ابدا ان هو لا يتقبل ولا يقرب من اي حد تاني، لانه هو مش عارف لا يتقبل ولا يحب ولا يقرب من نفسه. الطير لو فضل طاير لوحده وعايش لوحده، وفي الطريق حاول يتعرف على طيور تانية بس معرفش، وفضل طول الوقت طاير مع نفسه، بس هو عارف كويس قوي ان هو هيطير في الاتجاه ده، ان هو هيدور على اكل في الاتجاه ده، ان هو هيبني العش بتاعه في الاتجاه ده، ان المكان ده ما بقاش مناسب ولازم يمشي منه ويطير على مكان تاني وهو اللي واخد القرار، وان هو تعب من الطيران ولازم دلوقتي يستريح، او ان هو لازم ياخد قرار دلوقتي ان هو يقوم يطير علشان عنده رحلة تانية، او عشان بيدور على اكل، او عشان لازم يقوم دلوقتي. كل الحاجات دي علشان هو عارف هو عايز ايه، اهدافه واضحة وفاهم نفسه كويس. احسن بكتير من ان هو يطير في وسط سرب ولا هو فاهم هما طايرين فين، ولا هو فاهم هما بيجروا على ايه، ولا هو فاهم احنا بندور على نوع اكل عامل ازاي، ولا ان احنا النكست ستيب هنقف فين، هنستنى فين، هنبني العش بتاعنا ولا لأ. طب انا تعبت بس هما ما تعبوش وفضلوا مكملين طيران، وانا هاجي على نفسي عشان افضل طاير في وسطهم عشان ما اطيرش لوحدي. ولما اقول ان انا تعبت وعايزه اقف بس هما لسه مكملين، ده كله علشان اهدافنا مش واحده. لو احنا في وسط سرب احنا فاهمينه وهو فاهمنا، هو فاهم مشاعرنا وفاهم في الوقت اللي احنا المفروض بنتعب فيه لازم نستنى ونهدى شوية، ولازم نطلب المساعدة، ولازم المساعدة تكون موجودة، ولازم نساعد، ولازم نسمع، ولازم نستنى، ولازم نفهم، ولازم نقنع بعض، ولازم نتكلم، ولازم نتناقش. كل الحاجات دي شروط مهمة جدا في أي سرب لازم نكون فيه. ولادنا لازم يكونوا فاهمين القواعد اللي لازم تكون موجودة مع الجروب اللي هم هيبقوا موجودين معاه، لازم يكونوا فاهمين اللغة بتاعته، لازم يكونوا فاهمين دماغه، لازم يكونوا فاهمين أفكاره ومقتنعين بيها، لازم يكونوا أهدافهم واحدة في الدنيا. احنا رايحين المدرسة عشان نتعلم، مش عشان نرخم على بعض وعشان نأذي بعض وعلشان نضايق بعض. احنا بنقعد في السيشن علشان نتعلم ونسمع الميس بتاعتنا او المستر بتاعنا علشان نفهم حاجة جديدة، علشان نبقى كويسين وشاطرين. مش قاعدين في السيشن علشان نضايق بعض وعلشان نغيظ في بعض وعلشان نشوش على بعض ان احنا نسمع او نفهم او نبقى شاطرين او نستوعب حاجة، عشان مش عايزين حد يبقى شاطر اصلا. احنا بنقعد في البريك عشان نفصل، مش عشان نضايق بعض وعشان نقعد نغلس على بعض وعشان نقعد نتنمر على بعض. احنا لما بنقع بنبقى محتاجين حد يطبطب علينا، احنا لما بنبقى فرحانين ونجحنا في حاجة بنبقى محتاجين اللي يسقف لنا ويبقى مبسوط لينا، احنا لما بنتعب بنبقى محتاجين اصحابنا يكلمونا في التليفون يقولوا لنا انتوا عاملين ايه، انتوا كويسين، هتيجوا المدرسة وهترجعوا امتى. كل الحاجات دي لازم تكون موجودة في اي جروب. لو مش موجودة ففي خلل في الجروب ده، لا هو المكان ولا هم الناس ولا ده ينفع ان انتوا تكملوا فيه. حتى لو هتفضلوا لوحدكم ده افضل بكتير من ان انتوا تفضلوا في وسط
سرب انتوا مش شبهه.